ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ من اصعب الحاجات اللي ممكن تواجهها لو انت بتفكر تحسن وضعك الاجتماعي ان انت ما تاخدش بالك ان انت بتنتقل من طبقة اجتماعية لطبقة اجتماعية تانية خالص. خليني في البداية اوضح لك حاجة. اصعب جيل او اصعب واحد بيواجه مشكلة هو اول واحد بيحاول ينقل الطبقة اللي هو فيها دي لطبقة تانية اعلى منه. كونك انك تنزل من طبقة لطبقة تانية ده وارد جدا، بس ده اسرع واسهل وما بيبقاش فيه سعي، يعني هو بيحصل لوحده كده. لكن كونك انك تطلع لطبقة افضل ده بيبقى غالبا بياخد منك مدة طويلة قوي. واصعب واحد زي ما بقولك هو الجيل الاول في الموضوع. الجيل الاول اللي هو ايه؟ ان انت مثلا تكون ذكي شوية ودماغك كويسة وعايز تبقى بيزنس مان ويبقى ليك مشاريع او حاجة زي كده، ونجحت تمام وبقيت بيزنس مان غني وناجح وكل حاجة. هتلاقي ان انت مفروض ان انت اتنقلت طبقة تانية بس برضو ما دخلتهاش. ليه؟ لان في واحد تاني كان ابوه بيزنس مان وحماه بيزنس مان، فالارتباط ما بينهم خلاه لما طلع بقى هو كمان بيزنس مان، بقى بيزنس مان بس عارف اللي هو زي ما يكون رتبة اعلى منك شوية، لكن انت اول مرة واول واحد تخش الطبقة دي، فده بيعمل لك صعوبة شوية. ليه بقى؟ لان انت اول واحد ممكن يكون ابنائك الدنيا اسهل بالنسبة لهم شوية، ان هم عشان بقى هو شبه التاني دلوقتي، بقى ابوه بيزنس مان وغني، وهو مثلا لو قدر يناسب حد من الاغنياء دول فبقى كده خلاص بقى متثبت في الطبقة دي. وفي نفس الوقت فرص ان ابنائك يطلعوا افقر او اوحش منك عالية اكتر. ليه بقى؟ لان انت الوحيد اللي ابتديت تطلع الطبقة دي وانت الوحيد اللي نبخت او حاجة زي كده، فانت بتبقى غريب بين الناس اللي انت طالع منهم. فابنائك ممكن يكونوا حاملين صفات اكتر من اللي حواليك عن ان هم حاملين الصفات اللي منك، فالابناء ممكن يضيعوا كل الثروة اللي انت عملتها في يوم وليلة، وده بيحصل كتير. فعشان كده بقولك ان انت تنتقل للطبقة اقل ده اسهل واسرع ومش محتاج سعي، محتاج بس ظروف سيئة كده محيطة حواليك تنزلك الطبقة دي من غير اي مجهود منك. لكن كونك انك تصعد طبقة تانية ده برضو في جزء كبير من التوفيق، في جزء كبير جدا من اصلا فرص او مكان ليك في الطبقة دي. خلي بالك ان الطبقات دي بشكل غير معلن او بشكل غير ملموس بس ليها مساحة معينة ما ينفعش ان هي تتجاوزها. هتقول لي يعني مثلا على سبيل المثال، يعني ما ينفعش مثلا ان البلد دي يبقى فيها مثلا اكتر من 100 واحد غني او 100 واحد مليونير؟ هقول لك مش بالظبط، بس كونك انك تبقى واحد اللي هو رقم 101، فمعنى انك تبقى 101 مليونير وفي 100 مليونير معنى كده انك بتاخد من ثروات حد من المية دول. فالطبيعي ان المية دول مش هيسيبوك تاخد من ثروتهم وتبقى واحد معاك مليون، لان هو لو انت خدت منه او خدت اجزاء منهم هم ممكن ينزلوا الطبقة التانية، فهو بيبقى محافظ على الجزء ده. ففكرة ان انا اقول لك في مساحة او في مكان تاني دي بتتقاس بالمنظر ده، بتتقاس اصلا ان انت كونك تصعد المستوى الاعلى ده هيأثر على ناس اخرين ولا لا. لو مش مؤثر الناس دي مش هتاخد بالها منك اصلا وهتلاقي نفسك صعدت من غير اي حاجة. لكن كونك بتأثر عليهم هم كمان من حقهم ان هم ما يعملوا اللي في وسعهم عشان ما ينزلوش، فهو ده اللي بيخلي الفرص اقل. طب مين فرصته اقوى؟ طبعا اللي في مرتبة اعلى واخد باله فرصته احسن منك ان هو ما يصعدكش. لكن اللي تحت لسه بيصعد، يا هيصعد يا مش هيصعد الله اعلم يعني. فهي دي مشكلة التنقل ما بين الطبقات. يعني اتمنى ان انا اكون بسطتها شوية والناس فهمت المعلومة دي، ولو المعلومة عجبتك متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي.
وفي نفس الوقت تعمل لنا سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد تتابع الحلقات الجايه. شكرا.